تعالي هقولك بقى على شوية نصايح شتوية كده بجد هترفع مناعة أطفالك وهترفع مناعتك كمان، وإن شاء الله بإذن الله هتعجبك. أول حاجة نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله وندخل الفيديو كده مع بعض برجلنا اليمين طبعا ونشوف عملنا ايه. ده كان روتين يوم الجمعة، بس أنا حبيت إن أنا أوريكم أنا بعمل ايه كل يوم أول ما بقوم الصبح، علشان الجو اليومين دول متقلب كده، شوية حر وشوية ساقعة، عشان لسه احنا داخلين على بداية الشتاء، فهتلاقي الجو متقلب زي وشوش ناس كتير قوي في حياتنا. نبعد عنهم ملناش دعوة بيهم. تعالوا بقى نعمل ايه النهاردة. اول حاجة بدأت بيها بسم الله الرحمن الرحيم كده، العسل، كوباية العسل بالليمون. كوباية العسل بالليمون دي فوائدها كتير جدا جدا جدا. اولا فيتامين سي، ثانيا بترفع المناعة عند الاطفال وعند الكبار. بتجيبي كوبايه كده وبتحطي ليمونه او نص ليمونه حسب ما تقدري تتحمليها او الطفل يتحملها، وبعد كده بتحطي العسل، معلقه عسل، وبعد كده لو الطفل مش هيقدر يتحمل المزازه بتاعه الليمون بتضيفي نقطتين ميه وخلاص. على كده بيشربها الصبح قبل ما ياكل، قبل ما يشرب اي حاجه يشرب كوبايه الليمون بالعسل دي، جميله جدا جدا. بعد كده بدأت ان انا خلاص بقى اعلق على الفطار، علشان ده كان يوم الجمعة، فمفيش وقت، عايزاهم يفطروا قبل ما ينزلوا. علقت على الفطار وقشرت البيض بتاعنا، وكمان غسلت البطاطا وقشرتها كويس جدا وغسلتها وسبتها على جنب علشان هقول لكم هعملها امتى. خلاص بقى صحيت الولاد بدري قبل الأذان طبعا عشان يقوموا يستحموا ويلبسوا ويتبرفنوا وينزلوا مع بابا، ينزلوا مع بابا يصلي، يصلوا 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 الجمعة. بعد كده بقى مسكت الشبابيك، بصوا نفضتها يعني بغل، يعني طلعت غلي في الشبابيك. يعني انت متضايقه كده من حد ومخنوقه منه، طلعي غلك في الشباك، ملكيش دعوه باي حد، ماشي، طلعي غلك في الشباك. نفضت الشباك، طلعت عين الشباك، وبعد كده دخلت بقى على المراتب، طخ طخ طرخ، اديتها حته علقه خليتها بصوا يعني تقول جاي الحقوني. الجيران كانوا بيندهوا عليا كفايه كفايه ارحمي المراتب بتاعتك. بس شلت بقى الفرش كله ونفضته زي ما انتوا شايفين كده. يوم الجمعة ده لازم تعملي فيه كده، لازم تنفضي يوم الجمعة ده، لازم تنفضي قبل الصلاة. قبل الصلاة انا بقول لك اهو، قبل الصلاة لازم تقوم يوم الجمعة كده وتنفضي. طبعا حضرنا اللبس بتاع البرنسيسة مريم، وبعد كده حضرنا الشنطة بتاعتنا بتاعت النادي، حضرنا البوردو، حضرنا الفوط والهدوم وكل حاجة. خلصنا وظبطنا الدنيا كده، بنفرش بقى، نفرش. مسحت الأوضة بتاعتهم، عشان الأوضة بتاعتهم دي يعني بيخلوها ما شاء الله، يعني بيخلوها ايه، سوق الخميس. فالأوضة بتاعتهم دي أنا بنكتها نكتة، يعني لازم تتظبط بجد. خلصتها ومسحتها وفرشتها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى ايه، لقيت الحاج داخل عليا بالبصل والليمون، في ايه يا حاج، في ايه، اهدى عليا شويه. قال لك لا، الليمون جه والبصل، يلا فرزي الليمون، ان شاء الله هنعمله في فيديو تاني. مسكت بقى الصاله برضو، كنستها الاول قبل ما امسحها، وبعد كده مسكت الباب بتاع الشقه برضو نفضته قبل ما امسحه، ظبطته كده. وانا بحب اليافطه بتاعت بوجي وطمطم دي على طول، يعني خليها معايا لازقه في وشي كده على طول طول السنه. طبعا مسكت بقى السلم بتاعنا بعد ما نفضت عليه، مسكت السلم بقى ما يعني كنسته الاول وبعد كده مسحته. انا بمسح سلمي بس، احنا ملناش دعوه باي حد تاني، ده سلمي وانا بمسحه وماليش دعوه، احنا في بيت عيله بس كل واحد في حاله ومالوش دعوه بحد. فانا مسحت سلمي، كنسته ومسحته وظبطته. خلصت بقى الشقه وظبطتها كده، وقعدت ادور على بخور شمال يمين، ما لقيتش، رحت رشه معطر. وطبعا عشان انا كنت مستعجله عشان ننزل نروح النادي زي ما انتوا شايفين كده، انا ركبت بقى ونزلت ورحت النادي انا والولاد، ودخلنا الحمد لله، لحقنا حمام قبل ما يتقفل. خلصنا اليوم بتاعنا واحنا راجعين بقى، واحنا راجعين راكبين المواصلات، لقينا بقى في افتتاح تقريبا، او هم عاملين يوم ترفيهي كده، يعني المحل ده عامل يوم ترفيهي كده للناس. الولاد بقى فضلوا يقولوا لي يا ماما صوري بقى يا ماما، احنا عايزين نشوف الدباديب اللي بتتحرك كده يعني. طبعا زي اي ست مصرية رجعت حضرت لهم اكل علشان ياكلوا، لان هم بيرجعوا هلكانين من النادي. بالله عليكي متنسوش تحط لايك للفيديو ده.
وتشتركي كمان في القناة علشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. خلصت طبعا الاكل وكلوا، وطبعا يعني هما بيبقوا جايين هلكانين جدا، وانا برضو ببقى معاهم، فهم بيدخلوا يناموا، وانا ببتدي اشوف بقى ايه ممكن اعمل ايه ان شاء الله لليوم التاني. كان عندي كمون، رحت منقياه كده زي ما انتوا شايفين علشان اطحنه، وبعد كده خلاص يعني اليوم خلص يا حزنبل. تمام. وبننام بقى خلاص بقى، اليوم بيبتدي ان شاء الله كده الفجر. بس انا عايزه اقولك بقى على حاجه، لو انت استفدتي مني في الفيديو ده بالله عليكي انزلي تحت اكتبي كومنت كويس وادعيلي وصلي على النبي كده، واعملي لايك للفيديو، والله اللايك مش بفلوس، اعملي لايك للفيديو ده.